بما ان في توقف دولي وملل، وانا نفسي كنت يعني اقيم من زمان، والله بحب التقييمات قوي. اكرم توفيق. اكرم توفيق يا جماعه، على قد ما انا يعني احنا قصينا عليه قوي لما مشي، بس اكرم توفيق المميز فيه بالنسبه لي ان هو كان صريح جدا وقال ان هو عايز يمشي وكده. وبالنسبه لي ان انت تقرر ده ما تبقاش عالة على الفريق افضل بكتير من ان انت تكمل في الفريق وتبقى عالة على الفريق. فحلو يعني، حل لعيبه كتير في الاهلي حاليا. انا افضل ان هم يقولوا ان احنا عايزين نمشي احسن بكتير من ان هو يفضل مكمل غصب عنه، زي مثلا حسين الشحات حاليا، او مثلا قفشه مثلا. يعني لعيبه كتير مش بتأدي في الملعب، فانا بالنسبه لي افضل بكتير ان هو يروح يشوف مصلحته زي اكرم توفيق ورامي ربيعه طبعا. تعالى كراميل. امام عاشور. امام عاشور طبعا يا جماعه، يا ريت كل اللعيبه بجد تخلص للفريق اللي هي بتلعب معاه زي امام عاشور بامانه، ان هو لاعب بيدي بكل قلب وروح للنادي الاهلي بجد. فامام عاشور رقم 3. حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي. عارف انت ده اول والله انا اسفه على صوتي، بس انا علي معلول اول ما رقم 1 طبعا، رقم 1 يا علول. شناوي اسطورتي طبعا، كابتني مش هغلط فيه، بس نفسي ان هو يعني يفضل متألق في الماتشات، يعني زي ما بيتألق في الماتشات المتشافة، زي مثلا ماتش اوروجواي لو انتوا فاكرين في كاس العالم بتاع روسيا 2018. تألق قوي في الماتش ده، بعدها ما شاء الله خدنا على عيننا من روسيا وخدنا على عيننا من السعوديه تمام، وطلعنا طلعنا بالصحه والستر من البطوله دي تمام. فانا ونفس الشيء برضو في البطوله كاس العالم للانديه اللي كانت في امريكا دي اللي طلعنا منها برضو. الشناوي تألق قوي قدام انتر ميامي وبتاع، عمل ماتش عالمي. الشناوي لو كمل على المستوى ده يا نهار ابيض. بس بيجي في ماتشات معينه بحس ان هو عنده مشكله في ايديه برضه. بس انا يعني ماي ليدر يا بابا، ماي ليدر في ايه. محمد، كنت شايله لك العشرة يا محمد، والله العظيم شايله لك المركز. محمد هاني الظهير الايمن الوحيد في العالم، او الباك رايت الوحيد في العالم اللي بيشتت الكره في رجل المهاجم. يعني بيشتت الكره في رجله زي جون بورتو كده. تلاقيه مثلا هو طالع مثلا يعني، او مثلا ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يعمل ايه، بس هو عديل حسام غالي فنقطم وما نتكلمش. عمرو السولية. بحب ابو ليلى طبعا، المايسترو يا جماعه، لينا معاه ذكريات، لينا معاه ذكريات جميله. قفشه. عقد قفشه قطر، الامارات، السعوديه، شوف مصلحتك يعني. زي اكرم كده والله هنحترمك والله العظيم، وهتبقى خرجت من الباب الكبير يا قفشه. يعني انا صعبان عليا ان صاحب افضل واهم ذكرى في حياتنا يوصل بيه سوء المستوى، يعني مش سوء بتاع الطماطم والخضار لهذه المرحله والله يا قفشه. محمود مش ناسيالك يا كهربا كرة باتشوكا، والله مش ناسيالك حاجات كتير يا كهربا. فتعالى في المركز السابع، الله يسهل لك. حسين الشحات. عارف انت اللاعب المفضل بالنسبه لك؟ انا حسين الشحات كان في التوب 5 بالنسبه لي بعد علي معلول والشناوي. حسين الشحات يمكن قبل الشناوي كمان. بحب حسين الشحات بطريقه مرعبه بجد يعني. هو كده المفضل بالنسبه لي حسين الشحات بامانه. بحب طريقه لعبه، بحب ستايله، بحب كل حاجه بحبه، حتى لو هو يعني مش بيهدف، بس هو موجود. حسين الشحات من ضمن اللعيبه اللي بقت بتلعب من غير نفس خالص في الفتره الاخيره، فاتمنى ان هو برده يشوف مصلحته وربنا يوفقه في اي خطوه هو هيعملها الفتره الجايه. بس انا بالنسبه لي بحب حسين الشحات جدا. بن شرقي مش هنساله الترقيصه بتاعت بورتو دي يعني بن شرقي جميل، وبن شرقي متالق، وان شاء الله باذن الله مستنيه بن شرقي الفتره الجايه. بس يعني حته مغربيه جميله، حته مغربيه نظيفه. اظن التقييم كده كويس صح؟ ولا في حد ممكن يختلف معايا في هذا الترتيب؟ ممكن ناس اكيد ممكن يشيلوا حسين الشحات او يشيلوا عمرو السوليه يحطوا بن شرقي، بس انا بالنسبه لي ده ترتيب عادل جدا 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 جدا. ويا رب الاهلي يرجع يلعب قريب، حتى لو هنتعادل او نخسر انا موافقه، بس الاهلي وحشني جدا.